صينية اللمة أو صينية العزومات، عملنا مع بعض حلويات رمضان وكمان عملنا المشروبات. تعالوا بينا بقى النهاردة نعمل صينية للعزومات حلوة كده. كل سنة وانتم طيبين ويا رب دايما متجمعين في الخير. هنعمل النهاردة صينية مع بعض تكفي لحد 10 أشخاص وممكن تفيض كمان. تنفعك بقى في عزومات رمضان أو حتى لو عندك عزومة في أي وقت تاني. بس قبل أي حاجة طبعا زي ما متعودين مع بعض نسمي الله كده ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعالوا بقى نشوف الصينية القمر دي كده بتتعمل إزاي ومش هتاخد معاكي وقت خالص. يلا بينا. في الأول كده معايا كيلو ونص من اللحمة المفرومة، وأنا هقولك على مقدار النص كيلو. النص كيلو لحمة مفرومة هياخد معاكي بصلاية صغيرة، طماطمية صغيرة، قرن فلفل صغير، ولو كبير يبقى نص. حابة تبشرون براحتك بس كده أسهل. في الكبة بقى اضربي الخضار ده بتاعك كويس جدا لحد ما الخضار ينزل كل السوائل اللي موجودة فيه الشكل ده كده. المصفى بتاعتك بقى وتصفي الخضار ده كده، مش عايزة فيه أي سوائل خالص، طفيه من كل السوائل، أنا عاوزة التفل بس. والمية طبعا ما ترميهاش، اركناها على جنب، هنضيف لها كده شوية إضافات عشان نصبع بيها الكفتة. ده كده مقدار النص كيلو لحمة مفروم. صفيته بالشكل ده كده واتخلصت من المية تماما زي ما قلت لك مش هنرميها. النص كيلو لحمة مفرومة هياخد معاكي 50 جرام من اللي هي الضاني. لو ما عندكش اللي هي ضاني وانت بتجيبي اللحمة قولي للجزار افرم لي 50 جرام من الدوش، مش هيقول لك لا. كمان هتنزلي عليهم بالنص كيلو لحمة ياخد معاكي ربع معلقة من البيكنج باودر. البهارات بتاعتي بقى ملح وفلفل ومعلقة كبيرة كده من بهارات الكفتة، انا ما بضيفش اكتر من كده بهارات، خصوصا لو اللحمة بتاعتك بلدي فما تضيعيش طعمها بالبهارات. خلطي بقى الكلام الحلو ده كده مع بعضه سواء كان بايدك او في الكبة كويس جدا. افضلي عجيني فيها بقى لحد ما الكفتة تتسمغ معاكي وتبقى بالشكل ده كده. تيجي تمسكيها كده تلاقي فيها حاجات زي خيوط ظاهرة بالشكل ده، ده معناه ان الكفتة بتاعتنا كده اتسمغت وبقت تمام. غطيها بقى بكيس ودخليها التلاجة ساعتين تلاتة، ولو انت قدامك يعني وقت اطول سيبيها من بالليل للصبح هتديكي نتيجة حلوة. تعالوا بقى ندخل على اسرع تتبيله ممكن تعملها للفراخ المشويه. معايا 3 معالق كبار من الصلصه، ممكن تستبدلوهم بالكاتشب. كمان معايا معلقه كبيره من المستردة ومعلقه كبيره من الصويا صوص. البهارات بتاعتي ملح وفلفل وشويه بهارات مشكله وشويه بهارات من الفراخ. كمان هنزل عندي بمعلقه كبيره من الزيت ومعلقه صغيره من العسل الابيض، وبتفرق كتير جدا في اي مشويات بتعمليها. قلبي بقى التتبيله بتاعتك ديت وانزلي بقى بالفراخ المتنضفه ومغسوله ومنقوعة في محلول النقع، مية وملح وسكر وليمون وشرايح ليمون وشوية من الدقيق. اشطفيهم شطفة حلوة تبقى بيضة جميلة معاكي بالشكل ده. تبلي بقى الفراخ برضو وغطيها وسيبها في التلاجة 3 4 ساعات، وبرضو لو من بالليل هتديكي نتيجة أفضل. انا خرجت الكفته بتاعتي من التلاجة بقت معايا بالشكل ده كده. هتجيبي بقى ميه البصل والطماطم والفلفل اللي احنا صفيناه، هتنزلي عليها بمعلقه كبيره من البابريكا، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر ومعلقه كبيره من الزيت، وقلبي الخلطه الحلوه دي بقى ودي اللي هنصبع بيها الكفته. هتديكي كده لون حلو للكفته وكمان هتخليها لك جوسي وطريه. بالنسبة لتصبيع الكفتة بقى براحتك خالص، الموجود عندك والمتاح عندك شكلي عليه. عندك مستني زي ما انا شغالة كده تمام، عندك عيدان الشيش طاووق براحتك، معلقة اي حاجة موجودة عندك تمام اشتغلي بيها. هتصبعي الكفتة بقى تبلي ايدك كده من الخلطة اللي احنا عملناها وصبعي بيها الكفتة ورصي الكفتة بتاعتك في الصاجات، والصاجات انا ما بدهنهاش اي حاجة. اهم حاجه كده تبلي ايدك وانت بتصبعي الكفته عشان تديكي لها لون حلو، وحتى تبقى سهله معاكي في التشكيل بالشكل ده كده. واي حاجه موجوده عندك زي ما اتفقنا شكلي عليها. وخطوه انك تبيتي الكفته بتاعتك ليله في التلاجة او 3 4 ساعات ترتاح بعد ما تعجنيها، خطوه مهمه جدا عشان تطلع لك كده صباع الكفته متماسك وما يفكش منك من على السيخ. هشكل بقى باقي كميه الكفته اللي عندي بنفس الطريقه بالشكل ده كده. الكفتة بتاعتي انا شكلتها كلها ورصيتها في الصاج بالشكل ده كده. هجيب بقى بقيت كده الصوص اللي فضل معانا من الكفتة وهدهن بيه وش الكفتة بالشكل ده. تمام. الكفتة بتاعتنا هتدخل فرن سخن درجة حرارة عالية على الرف اللي تحت شغال من فوق وتحت. هتقعد معاكي تقريبا من 10 ل 12 دقيقة. الكفتة ما بتغيبش في الفرن. الكفتة لو غابت معاكي في الفرن هتنشف. الفراخ برضو رصيتها في الصاج بالشكل ده كده، هدخلها فرن سخن اول 10 دقايق على نار عالية. وبعد كده ههدي النار وهسيبها لحد ما تستوي. هتاخد معاكي بالظبط زي ما اخدت معايا 3 ارباع ساعة، لان الفرخة اللي معايا كانت صغيرة وكمان كانت متقطعة. قفليها بقى في فول كويس جدا ودخليها الفرن. هتاخد معاكي زي ما اتفقنا 3 ارباع ساعة لان وزنها كان صغير.
نسيب بقى الفراخ والكفتة بتاعتنا تتشوي براحتها، وتعالوا نعمل أحلى شوية رز يتقدموا مع أي مشاوي. حلة على نار كده رفيعة، انزلي فيها بأي مادة دهنية موجودة عندك. كمان هتنزلي فيها كده بواحدة ليمون مجفف، كمان قرنفل، حبهان، ورقة اللورة، عود قرفة، ومعلقة كبيرة كده من بهارات الكبسة أو بهارات البرياني. وقلبي بقى البهارات بتاعتك دي كده لحد ما تتشوح وتشم ريحتها طالعة. عندي هنا 5 كوبايات من الرز البسمتي مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة ومتصفي كويس جدا من المية. انا من الناس اللي عموما بحب اشوح اي رز بعمله. فهدي كده الرز بتاعي تشويحه مع السمنه والبهارات بالشكل ده كده. هتظبطي الملح بتاعك لكل كوبايه من الرز البسمتي كوبايه ونص من الميه المغليه. اي رز عموما بتعمليه ما تنزليش عليه بميه بارده، انزلي عليه بميه مغليه، طبعا بتسرع عمليه التسويه وكمان بيبقى افضل كتير. ظبطي الملح زي ما قلت لك، ولكل كوبايه رز كوبايه ونص من الميه المغليه. هتسيب الرز بتاعك كده في الاول على نار عاليه لحد ما يتشرب كل السوائل اللي فيه. هتهدي النار وتسيبيه بقى لحد ما يستوي. الرز بتاعنا استوى مفلفل بالشكل ده كده، احلى شويه رز تعملوهم مع المشويات. انزلي بقى كده في الصينيه بتاعتك بقى عشان نرص الصينيه بتاعتنا، متهيألي مفيش احسن من كده. الرز نازل ما شاء الله، يعني مفيش حبايه لازقه في اختها. الصينيه دي زي ما قلت لكم بتكفي ما شاء الله يعني اكتر من 10 اشخاص، يعني تكفي 10 اشخاص وتفيض. تنفع معاكي بقى في عزومات رمضان، وكمان لو عندك مناسبه حلوه يعني تشرفك كده على السفره بتاعتك. ويا رب كده دايما متجمعين في الخير، ويحسن ما بين ايدينا دايما جميعا يا رب، يعني حاجه مفيش بعد كده. الكفته بتاعتنا طريه وجوسي وحاجه يعني تحفه. مستنيه بقى اشوف رايكم في الكومنتات، وقبل اي حاجه طبعا ما ننساش نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وزي ما قلت لكم يا بنات، لايك وشير كده وكومنت حلو زيكم، ويا رب الصينيه بتاعتي دي النهارده تكون عجبتكم.